تخيلي نفسك واقفة في القاعة قبل الفرح بأسبوع، تفتحي الليستة تلاقي المعازيم 350 والقاعة تكفي 250. اللحظة دي كابوس لأي عروسة وكابوس أكبر لأي منظم. السؤال، نعمل إيه لما العدد يزيد عن الطاقة؟ أهلا بيكم في الحلقة 13 من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أصعب التحديات لما الضيوف يزيدوا عن القاعة. هنفك مع بعض إزاي المشكلة دي بتحصل من الأساس، وإيه الحلول العملية من غير ما نبوظ الجو، وإزاي نخلي الضيوف كلهم مبسوطين حتى لو المكان أضيق من العدد. خليكم معايا وهنشوف هنعمل إيه. ورجعنا لكم تاني. أول حاجة لازم نعرفها هو ليه بيحصل كده. ففي 3 نقط معينة إحنا بنركز عليهم. أول حاجة إن بيبقى في دعوات مفتوحة، عائلات بتاخد كروت وتجيب معاهم زيادة. تاني حاجة غياب المتابعة، محدش بيعمل RSVP اللي هو تأكيد الحضور. تالت حاجة اللي هو تحفظات العيلة، العروسة تقول إن هي عايزة الحفل يكون صغير والأهل يقولوا لأ لازم نعزم الكل، فالنتيجة قاعة صغيرة وضيوف أكتر من الطاقة. خلوني أحكي لكم حكاية عن فرح حصل معايا في نفس الموقف. في مرة كان عندي فرح لقاعة بتكفي 300 شخص. قبل الفرح بيومين العريس بعت لي وقال لي مختار العدد وصل 400. فاحنا عملنا ايه علشان نعدي الخطوة دي؟ أول حاجة زودنا صفوف كراسي جانبية بخامات بسيطة عشان ما نضيعش الشكل. تاني حاجة عملنا ستيشن للأكل بدل الخدمة التقليدية عشان الحركة تبقى أسرع. وزعنا الطاولات بممرات ذكية تمنع التجدس، والنتيجة كانت القاعة ما اتخنقتش والناس ما حسوش انهم زيادة، بالعكس الجو كان مليان حياة. وعشان نحل اي مشكلة فيها زيادة عدد، في خطوات بسيطة بنمشي عليها. اول خطوة بتبقى اللي هي ادارة قائمة الضيوف. اول حاجة لازم اعملها ان انا لازم اعمل RSVP او متابعة تليفونية قبل الفرح. تاني حاجة لازم اعمل خطة سيتنج مرنة جدا بحيث ان يكون في مقاعد اضافية بنسبة 10 او 15%. تالت حاجة الاكل، لو العدد اكبر لازم نختار نظام بوفيه او ستيشن بدل الخدمة على الطاولات. رابع حاجة المساحات، ان انا لازم اوسع الجلسات بذكاء وبسيب ممرات للحركة. خامس حاجة الديكور، لازم أقلل من قطع كبيرة بتشغل مساحات كتير وأركز على الإضاءة عشان المكان يبان أوسع. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا وحدة عن إدارة الأعداد الكبيرة، بنعلم فيها إزاي تسيطر على أي مساحة مهما كانت وتخليها تخدم التجربة مش تعني. وفي ختام الحلقة خلينا أقول إن المعازيم ممكن يزيدوا، لكن الإبداع الحقيقي إنك تخلق تجربة تخلي كل واحد يحس إنه مرحب بيه حتى لو المكان أضيق من العدد. أنا مختار، ودي كانت الحلقة 13 من على مزاج العروسة. فاستنوني الحلقة الجاية وهنفتح ملف مهم جدا، إزاي نسيطر على توتر يوم الفرح، من توتر العروسة لتوتر الأهل لتوتر المنظم نفسه. شاركوا الحلقة مع أي عروسة أو منظم خايف من زيادة الضيوف وقول لهم الحل دايما موجود، بس لازم يتخطط صح.